حلقة جديدة من بودكاست اكسبايرد. شعري لسه ما نشفش وهعملها بالضفيرة عادي. الملل بقى اكسبايرد. يعني ايه فاضي؟ انت فاضي ليه؟ انزل روح اشترك في جيم ما تروحش حتى غير اليوم اللي تشترك فيه. مش قصتي. انزل روح الجيم، انزل اعمل فورمه. ليه؟ مش لاي مناسبه، فورمه الرمضان، فورمه صيف، فورمه شتاء، انزل اعمل حاجه. وانت بتنهج اصلا لما بيقوموك على السرير عشان اساسا تطفي المنبه اللي انت عامله. اقول لك حاجه، انزل بيع عربيتك بلا هدف. عستفة في المطلق كده. انزل بيع العربيه، ما تلاقيش حاجه تركبها، تحصل اي حاجه في حياتك. بقول لك ايه، ما تبيلد يور اون بزنس كده والله، وتبقى انتربن. انا عمري ما هبقى زيهم طول ما انا مش عارفه انطقها اصلا. تبقى انتربرنور. ايوه انتربرنور كده عظيم. فاتح بزنس وانت اصلا قسط عربيه برضو مش مشكله، من غير بودجت افتح بزنس كده وانت قاعد كده، روح فاتحه كده. اقول لك على حاجه، خد المايك ده واعمل بودكاست. وبسبب السوشيال ميديا الحاجات دي بتجيلي الساعة 2 بالليل، وأنا بقنع نفسي إن أنا نايمة من 12، بس أنا ماسكة الموبايل وفاتحة الريلز، قاعدة عمالة أقلب وقرارات بقى. أنا فجأة أنا افتكرت نفسي دلوقتي إن أنا محتاجة أبقى اندبندنت وأعمل مشروعي. يعني إيه أنا أبقى فاضية قبل ما أنام؟ يعني إيه؟ للأسف فكرة إن الواحد يمل أو يبقى فيه ملل في حياتك بقت حاجة اكسبايرد، بقت حاجة قديمة. احنا بقينا بنتجنب الملل بأي طريقة، سوشيال ميديا، مسلسلات، نشترك في ابليكيشنز واحنا اصلا مش عارفين الابليكيشن دي هنستخدمها في ايه. والله انا بقيت بسبسكرايب كده في المطلق. حتى لو هنشتغل، انت وصل معانا موضوع ان احنا لو هنشتغل زياده تمام وما بناخدش اصلا مقابل الكلام ده، المهم ان انا ابقى مسحوله. لازم ابقى مسحوله، لازم ابقى بجري على ايه. كان زمان بنجري على اكل العيش، دلوقتي احنا بنجري في المطلق، ما حدش عارف احنا بنجري ليه اصلا. احنا بقينا احنا بناكل وبنشرب حتى في الحمام. يعني ايه تقعد في الحمام زهقان كده؟ لا، خد الموبايل معاك الحمام وننساك بقى. يعني انت بيعدي عليك سنين عمرنا بالذات الرجاله وهم في الحمام عادي ماسكين التليفون. تعلمك بقى جزء تاني، ان الملل ده ما ينفعش يبقى اكسبيرد، والمفروض نرجع الملل لحياتنا تاني. كود كده بتقول ان ال stillness is not inactivity, it is the presence of the peace in your activity. بالراحة بقى عشان احنا مش فاهمين اي حاجة. من الاخر كده، الملل مرتبط بالإبداع. في دراسة أثبتت إن الناس اللي بتسيب دماغها تزهق يلاقوا حلول إبداعية ب40% أكتر من الناس اللي مسحولة على طول. يعني سبحان الله، طلع إن جوزك يفضل سرحان في السقف دي حاجة حلوة. للأسف إحنا كستات إحنا غالبا بعاد قوي عن القصة دي، وهنشتغل على نفسنا جامد عشان نرجع الملل في حياتنا. المشكلة بقى الأكبر والأنيل مش بقى كمان إحنا ما بقاش عندنا فرصة إن إحنا نمل، لا هي بقت حلقة مفرغة. انت وصل بيك الانشغال او الايديا للانشغال بسبب السوشيال ميديا واللي بتشوفه حواليك، وان انت دايما عايز تسعى تعمل حاجه انت مش فاهم ايه هي الحاجه دي ولا هتفيدك في ايه اصلا. وصل بيك الموضوع انت تبقى مسافر سفريه مع اصحابك، معاك تليفونك، بتاكلوا وبتشربوا وبتناموا وبتعملوا اكتيفيتيز، وانت برضو في جزء منك ملان وحاسس انه ايه الجديد يعني. وابتدى ده يبان في كل حاجة في حياتنا. يعني ابتدى يبان في الشغل، مهما ترقيت برضو ملل وعندك تيوتس ونفس الحاجة. ابتدى يبقى في الريليشن شيبس والعلاقات، سواء صحابك انك كل مرة بتشوف نفس الصحاب على نفس القهوة وزهق، مع ان الرجاله بصراحة بتزهق من القعدة دي، يعني برافو. انا بتكلم علينا احنا كستات، احنا بنزهق اصلا حتى من صحابنا. في الريليشن شيبس، في العلاقات، وفي الجواز تلاقيه يا ما مراتي هي بنفس كل حاجة بنفس. فيبتدي الملل يدخل لك. يعني انت على طول ملان رغم كل الانشغال اللي انت بتعمله. يعني اللي عايز تقوله من الاخر، الانشغال موت الاستمتاع بكل الحاجات اللي عندك. لكن الانشغال في المطلق مخليك ان حتى لو اتشقلطت في السفرية انت مش مبسوط برضو. يعني اما عادي بقى، كل حاجة بالنسبة لك عادي. ده غير طبعا المقارنات بسبب السوشيال ميديا، ده جزء تاني اللي مخلي الموضوع كمان انك مش مبسوط بأي حاجة بتعملها تانية. خليني احكي لكم بقى ان اصلا وانا صغيرة، يعني يمكن عشان المقارنات دايما بين الاجيال، يقول لك احنا كان على ايامنا السوشيال ميديا اللي مبوظه كل حاجه. يا جماعه خلينا نبدل كلمه سوشيال ميديا، وان الملل كان بيفرق بجد والله. يعني انا اتذكر ان انا وانا صغيره ماما كانت عامله لنا جدول، كان في وقت بنخلص فيه الهوم ورك، وفي وقت تاني نتفرج على سبيس تون كوكب زمردة عشان انا كنت بحبه بصراحه، وبعد كده بنطفي التلفزيون وخلاص. ملوا بقى، يلا ملوا. نقعد بقى انا واخويا نتخانق ونتصالح ونخترع لعب ونخترع حاجات نلعب بيها. يعني كان فعلا اكتر وقت بنخترع فيه اي حاجه تسلينا كان الوقت ده. وسبحان الله دلوقتي يلف الزمن وتلاقي الناس بتنصح
الأمهات والأبّات إن هُم يعملوا كده مع عيالهم، ما يفضلوش ماسكين التليفون طول النهار عشان تفكيرهم والنمو الفكري، ما هي بتيجي كل أمّا بنرجع بالزمن كل أمّا بيبقى في جيل أمَل وأمَل، يعني أنا فاكرة بابايا مثلًا كان عندهم مفتاح للتلاجة، أنا ما أعرفش ليه والله، بس ابتديت أكتشف إن الموضوع ده حلو للdiet قدّام نبقى نعمله بس المهم يعني كانوا زمان بيقفلوا التلاجة بمفتاح، يعني ماشي، فبابايا اخترع حاجة يطفّش بيها المفتاح ده ويفتحها عشان يبتدي إن هو ياكل عادي من غير تيتة، بغض النظر إن القصة دي أنا ما كنتش حابة إن أنا أشيّرها خالص لإن اللي عايزة أقوله إن بابايا الحمد لله ما طفّشش حاجة بعد كده تاني، الفكرة كلّها هنا في فكرة إنه اخترع حاجة يتصرّف بيها وابتدى يفكّر إيه المشكلة اللي عنده وإزاي يحلّها، يعني حتى اختراع اللعب كان زمان موجود، دلوقتي طبعًا كل حاجة من على التابلت نزّل download الtool بتاعه ويقعدوا يلعبوا هُم مش فاهمين حاجة. بس يمكن الملل بيخلّيهم هم اللي يسلّوا نَفْسهم بنَفْسهم، فده بيعلّي الإبداع عندهم. نَفْس القصة لينا كبني آدمين على فكرة كبار، مش معنى كده إن أنت كبرت وبقيت جامد يعني فأنت كده مش محتاج ده، لأ على فكرة أنت فعلًا دماغك بتتحرق، فحتى في الpsychology وفي علم النَفْس بيقول لك إن كل أمّا العقل بيوندر يعني بيتساءل بيبقى عنده مساحة فاضية في دماغه، وقت فاضي لدرجة إن هو يقعد يتساءل في حاجات حواليه، في حاجات حتى لو تبع الشغل، بس بيقعد يفكّر ويتساءل، ده بيزود عنده الإبداع. أنت بقى قُل لي في يومك لو راجعنا كده اليوم إنك أصلًا طول النهار في الشغل أو عندك مثلًا أكتر من 8 ساعات شغل، البريك بتاع الشغل أنت بتمسك التليفون وأنت بتشرب سيجارة برّه أو بتشرب القهوة بتاعتك برّه، بترجع البيت ماسك التليفون أو مشغّل مسلسل وأنت بتاكل، وبعدين تنام تصحى في نفس الدوامة. الأجازة حتى إحنا بقينا نستعر إن إحنا نبقى فاضيين، يعني إيه يوم الأجازة فاضي؟ أنت باقول لك إيه يالّا نلعب بادل، يا عم أنا مش عايزة ألعب بادل يا عم، أنا عايزة يوم الأجازة أبقى فاضية، أقعد أزحف يعني أقعد أسرح في السقف عندنا كده، اسرح في الستارة، والله معمولة حلو، كان فيها مجهود، كان معانا فلوس نصرف برضه، اسرح في أي حاجة، كده الموضوع ده بقى عيب، تحس إن أنت ما ينفعش تقول إنك فاضي، قاعد فاضي! فده إيه ده؟ أنت هتبقى ناجح إزاي؟ الفكرة بقى واللي مضايقني أكتر واللي مخلّيني أركّز على الموضوع جدًا، إن الناس رابطة النجاح بالانشغال. جماعة على فكرة 2 مختلفين تمامًا، ويمكن هنعمل يعني حلقة تانية نتكلّم فيها على الحاجات اللي بقت المفروض expired من فكرة النجاح عشان بقى دلوقتي مش عارفة حاجة trend باين والّا إيه، بقت الناس تطلع تقول كده كلام إن هو ده اللي بتعمله وأنا ما بانامش وأنا ما باعملش وهو ده النجاح، لأ على فكرة مش صح خالص، أنا ممكن أبقى باشتغل ساعتين فقط في اليوم وأعمل بمجهود واحد بيشتغل 24 ساعة كل يوم، ده مش هزار على فكرة، دي تجارب اتعملت في الpsychology وأثبتوا إن في ناس بتعرف تعمل ده، هي الفكرة في الquality مش في الquantity هنا. يعني الكيف مش الكم، فأنت بقى الكيف بتاعك ده لمّا يبقى عقلك قادر عقلك بقى عنده الإبداع دي قصة تانية خالص، ما تربطوش النجاح بالانشغال، وما تبقاش مكسوف وأنت بتقول إنك فاضي، اقعد ساعة في اليوم مش ماسك تليفون ومش قايد التلفزيون، قاعد في اللاشيء بصراحة شابوه عظيم، وأنا أعتذر لزوجي العزيز في هذا البودكاست عشان أنا كنت باتضايق جدًا من box اللاشيء اللي بيقعدوا فيه ده، أنا دلوقتي هابتدي أتعلم إن أنا أعمل box لاشيء لنفسي أقعد فيه، أنا ما أعرفش أعملها إزاي، يمكن إحنا كستات زي ما قُلت عشان إحنا 500 فكرة بتيجي في اللحظة لازم نتعلمها، تمام، وهاكتب خطوات على الstories بتاعتي اللي تساعدنا إن إحنا نقعد في اللاشيء ونمل، والله نقعد مملّين كده، أنا هابتدي أتعلم ده لإن دي ability لازم أتعلمها عشان خاطر الإبداع يظهر، حتى بيقول لك لو في كاتب والّا مُخرج والّا بتاع عشان ييجي له فكرة يقول لك لازم يكتر routine كده ويخرج out of the box، جو out of the box ده حضرتك إحنا بقينا محشورين في إحنا مش لاقيين وقت أصلًا نقعد جوه الbox عشان أطلع out of the box، بس نرجع ونقول يا جماعة إن الملل فيه side حلو جدًا، وإن الملل بيساعدنا نتطور بجد في حياتنا، وإن ما تتكسفش through كل السوشيال ميديا والناس اللي بتنجح حواليك والناس اللي بتضغط عليك تعمل حاجات 24 ساعة، لأ على فكرة الملل مش expired ومش هينتهي ومش أجيال وأجيال، ودلوقتي كل حاجة ماشية سريعة، لأ على فكرة أنت لو عايز تمشّي الحاجة ببطء في يوم معين أو في وقت معين هتمشّيها ببطء عادي، ما أنتم بتبردوا علينا على فكرة عادي والله مش باهزر، طب ما أنت بتبرّد على مديرك عادي وممكن تأخّر task عادي، عادي الواحد لو عايز يhold شوية ويبتدي يستعد تاني هيعرف يعمل ده، وأنا مش باتكلّم يا جماعة على break فاصلة من الشغل، أنا باتكلّم عوّد نَفْسك ولو ساعة في يومك كلّه تبقى ملّان، تقعد فيها مش لازم تنامها، تقعد فيها في طبيعة، تقعد فيها برّه في جنينة، تروح تشرب فعلًا قهوتك ماسك القهوة بس ما بتتكلّمش مع حد قاعد فاضي، حاول تمِل، أهم حاجة بس نصيحة قوية عشان ما ابقاش خرّبت ما نصحت نصيحة الملل دي، أهم حاجة ما تملّش.
مع مراتك وما تملش في يوم الاجازه، ما حبكش ماشي، مل في اي يوم تاني. في بريك الشغل مل، اقعد ململ كده مع نفسك في بريك الشغل، لكن مش يوم الاجازه للعيال هم يخرجوا والمدام زهقانه وهتنكد علينا شهرين قدام تيجي تقول لي انا هسمع كلام ريم وهقعد ملان اليوم كله. عشان انا عارفه، والله انا عارفه انا كنت اصلا لما يسمع الحلقه دي بالذات هيخليني ململ انا وهو. نظر انا عايزه كمان الكونسبت نبتدي ان احنا مش بس نحطه علينا، نعمله مع ولادنا. يعني ممكن بجد نطفي كل حاجه ونخليهم هم زهقانين واحنا زهقانين، نشوف هنعمل ايه مع بعض. والله ما بهزر، هنخترع لعبه معينه، هننزل نتمشى شويه في حته، هنعمل حاجه. يعني الملل مش اكسبايرد، والملل مش حاجه اختلاف اجيال، والملل ما ينفعش يموت. يا جماعه الملل مهم في حياتنا، رجعوه تاني في حياتكم. وكفايه بدل، كفايه بدل بقى، مش كل ما انت تروح بدل كفايه.